شروق، نعم. مش دي قلعة محمد علي؟ لا طبعا، دي قلعة صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي؟ أمال الناس بتقول عليها دي قلعة محمد علي؟ عشان الجامع الجميل ده. بص يا سيدي، أنا هقول لك، الناس كتيرة فعلا بتتلخبط وبتقول عليها قلعة محمد علي، وهي قلعة صلاح الدين الأيوبي. لما محمد علي جه يبني الجامع ده، اختار أعلى حتة أو أعلى مكان في القلعة وراح باني عليها الجامع، فالناس بقى من بعيد ما بقوش يشوفوا غير الجامع، فبقوا بيقولوا بالغلط عليها قلعة محمد علي. بس يا سيدي، محمد علي ليه قلعة باسمه. أنت هتلخبطينا ليه بقى؟ مش قلنا صلاح الدين؟ ولا هلخبطك ولا حاجة، تعالى كده معايا اطلع فوق بالكاميرا. اهو المبنى اللي فوق ده هو القلعة اللي بناها محمد علي، وكانت مربوطة بقلعة صلاح الدين بالممر ده. ولما جم يعملوا طريق صلاح سالم قاموا كاسرين الممر ده، واتكسرت كمان حتة تانية من الممر عشان يعملوا طريق الاوتوستراد. بصوا كده، ده طريق صلاح سالم قدام بوابة قلعة صلاح الدين، وده جزء من الممر اللي كان عامله محمد علي، وهو دلوقتي بين طريق الأوتوستراد وشارع صلاح سالم، وتحته بيمر قطر بضايع. أما ده طريق الأوتوستراد أهو، وبرضه لما جم يعملوه كسروا حتة من الممر. وده سور الممر أهو، تمشي جواه لغاية ما تطلع على جبل المقطم فوق وتوصل لقلعة محمد علي اللي بناها سنة 1810. والقلعة دي بناها محمد علي عشان تحمي قلعة صلاح الدين الأيوبي، لأن الناس لما كانت رافضة الوالي العثماني خورشيد باشا اتفقوا مع محمد علي على حصار القلعة عشان يتنازل خورشيد باشا عن الحكم لمحمد علي، فكان جبل المقطم من الأماكن المهمة اللي حصروا منها القلعة، لأن ارتفاع المكان بيخليه يكشف كل حاجة جوه القلعة. فجه بقى محمد علي بعد 5 سنين من حكمه وقام عامل قلعته لتأمين قلعة صلاح الدين الأيوبي. طب بقول لك، هو احنا ينفع ندخلها؟ للأسف لا، عشان بقت منطقة عسكرية. وكده خلص فيديو النهاردة، بس لسه في حكايات كتير من مصر، بلد الحكايات اللي ما بتخلصش. اعملوا لايك وشير واستنوني في حكاية جديدة.